واش كتعرف بان المدرسه كتبيع لك الوقت وماشي اللغه؟ بزاف منكم عنده نفس السؤال فاش كيبدا، شحال غيخصني ديال الوقت باش نتعلم اللغه الانجليزيه؟ وهذا السؤال ما كاينش اللي غادي يجاوبك عليه سيرتو الا كان كيستافد منك. الا سولتي المدرسه ولا المعلمين اللي في السوشيال ميديا كاين اللي غايقول لك غير شهر، كاين اللي غايقول لك 3 شهور. ولكن اسمع الحقيقه، اللغه ما كتحسبش بالشهوره ولا بالاعوام، اللغه كتحسب بالساعه. شحال من ساعه غادي تقرا؟ كاينين واحد العدد ديال السوايع الا قريتيهم غادي تتعلم. وزيد عليها اللغه كتقسم 3 ديال المراحل، وكل مرحله عندها السوايع الخاصه ديالها. واللي صعيبه في تعلم اللغه شويه هو ما تقدرش تحرق المراحل، ما تقدرش من الصفر تمشي للمستوى الثاني ولا الثالث، وهذا هو الاغلبيه اللي كيديروه الناس وكيبقاو واحد السنين وما كيتعلموا حتى شي حاجه. فالمعلومه اللي غادي تاخذ اليوم ما عمرك غتسمعها في شي بلاصه. غادي تعرف راسك فين كاين دابا وفين باغي توصل وشحال من ساعه خاصك باش تتعلم اللغه الانجليزيه. وهذا الشيء اللي غنقول لك مبني على تجربه وعلم وغتستافد منه فابور. شوف غنعطيك واحد المثال باش نكون انا وياك قراب في الفكره. تخيل معايا اللغه دايره بحال هذا الخزان ديال الماء، وباش تعمر هذا الخزان خاصك ليه 1200 يطرو ديال الماء. الا كنتي كتكب فيه غير كاس في النهار راه غيخصك تقريبا 20 عام باش تعمره. اما الا كنتي كتكب فيه كل نهار يطرو غادي يخصك عام واحد. وهذا الشيء اللي كيوقع حتى مع اللغه، كل ما انت كتستمر وكتزيد السوايع في التعلم كل ما كتنقص عليك المسافه ديال التعلم. ودابا اجي تفهم معايا التقسيم باش تعرف شحال من ساعه خاصك باش تتعلم. كما قلت لك الانجليزيه كتقسم على 3، عندنا الاي والبي والسي، فهنا كل محطه عندها وقتها ومجهودها والنتيجه ديالها. الا فهمتي غير هذه الخريطه غتعرف راسك علاش انك طولتي في التعلم وما تعلمتي حتى شي حاجه. فغير المحطه الاولى اللي هي اي او نقدروا نسميوها بدا فاونديشن او لا الساس، فهذه ديما غتبقى تعتبرها هي مرحله الزيرو. الا خرجتي غير من هذه المرحله غادي تتعلم بسرعه، وهذه كتعتبر هي اصعب مرحله في التعلم، وهي اللي كتحدد واش غادي تكمل ولا غادي تحبس. غتقول لي علاش؟ حيت في هذه المرحله دماغك كيكون بلوكي، مازال ما كتعرفش الكلمات، القواعد او لا حتى السمع او حتى الطريقه باش غتتعلم. وهذه البدايه كتاخذ لك واحد 90% ديال المجهود ديالك. شوف اعتبر اللغه بحال واحد الجبل مقسم على 3، عندنا الفوق السي وفي الوسط بي، وراه ما يمكنش انك توصل لبي ولا سي بلا ما تدوز على اي اللي هي البدايه باش تطلع الجبل. والاغلبيه ديال الناس كيبغي يبدا من النص ديال الجبل ولا يبدا من الفوق، وهذه عمرها ما كتمكن. دابا السؤال اللي كيهمك انت من هذا الشيء كامل هو شحال غيخصك من ساعه في المستوى اي باش انك تنقز لمستوى واحد اخر اللي هو بي. فالاي 1 ولا الاي 2 هادو كيتعتبروا المرحله ديال الصفر، وعلميا كيخصك ليهم ما بين 180 ساعه حتى 200 ساعه، وهذا الشيء غيكلفك ما بين تقريبا شي 3 شهور و10 ايام. وهاد المده راه ممكن انها تزيد تطول ولا تنقص، هادشي كيعتمد على الطريقه اللي كتقرا بها والمجهود اللي كدير والاستيعابه ديال عقلك واش كيعاونك ولا ما كيعاون. و70% كيعتمد على الرود ماب اللي غادي بها والمصادر اللي كتستعمل، يقدروا يعطلوك ويقدروا يسرعوا من التعلم ديالك. ولكن قبل ما تكمل الحلمه ديالك اسمع لي مزيان واحد الحقيقه اللي كيجهلوها بزاف ديال الناس. فاش كنقول لك راه خاصك 200 ساعه، هذا راه ما كيعنيش انك تمشي تقرا 10 ساعات في النهار باش انك تسالي في سيمانه، لا راه خطا. الا كنتي زيرو في الانجليزيه وباغي تبدا بطريقه صحيحه وتتعلم في اقصر وقت، هذا الباك فيه 4 ديال الكتب اللي غادي يعلمك خطوه بخطوه. اكسبريس انجليش هو الاهم اللي فيه دروس وامتحانات وفيديوهات وحتى اغاني باش تتعلم بسهوله وباسرع طريقه. كونفرسيشن فيه اهم الجمل والمحادثات، غادي يعلموك تهضر في الشارع في الخدمه وفي السفر وفي جميع المواقف اليوميه. الجراما اللي فيه غير القواعد الاساسيه باش تكون جمله صحيحه وتفهم اي موضوع. ستوريز اللي فيه قصص من حياتنا اليوميه، غادي يعلمك تقرا وتهضر بطلاقه وبلا خوف. والحاجه الزوينه في هذا الباك هو مشروح بالدارجه المغربيه باش ما تضيعش وقتك وتتعلم بسرعه. بكليك واحد تقدر دابا تنزلهم عندك PDF وتبدا تقرا. الرابط ديالهم وديال الفيديو اللي كيشرح كتاب بكتاب غتلقاهم في صندوق الوصف. فالدماغ ديال الانسان حتى هو داير بحال واحد العضلات غير كيعيا. راه ممكن العقل ديالك يركز معاك غير نص ساعه ولا ساعتين ولا حتى 3 سوايع في النهار ما غيفوتهاش. وافضل طريقه باش تتعلم ما تفوتش ساعه ونص ساعتين الماكسيموم، وهذا كيعتمد على الطاقه ديالك. الا كنتي كتشوف راسك مازال تقدر تركز من فوق ساعتين مزيانه، ولكن ساعتين الماكسيمو باش تتعلم وتخلي الفرصه حتى للدماغ ديالك داكشي اللي تعلمو يحاول يرسخو ذاكره طويله المدى، يعني يبقاو معك هذاك المعلومات اللي تعلمتي. فاش كتفوت هذه المده عقلك كيولي غير كيلوح، ما يقدرش يجمع كل شيء. والسر الكبير، اسمع هذه، السر الكبير راه كاين في الاستمراريه. كل ما استمريتي وما وقفتيش راك غادي توصل بسرعه. ولكن الا كنتي كتوقف مثلا يومين سيمانه، راه داكشي اللي قريتيه قبل عقلك كيحيد هذيك الروابط اللي كان عنده مع اللغه، وهكذا فاش كتجي ترجع تعاود تقرا راك كتعاود من الزيرو. وهذا الشيء ما كتعيقش به هذيك الساعات حتى كتفوت واحد المده. وقبل ما ندوزو للمستوى بي ولا سي ونقول لك شحال خاصك من ساعه باش تخرج منهم، خليني نعطيك بعض الطرق اللي غادي يسرعوا من التعلم ديالك وتخرج من منطقه الزيرو اللي هي اي اقل من 60 يوم. هنا غنعطيك 2 ديال الاختيارات وهما اللي عندك.
ما تمشيش تقلب على العاشرة لان غتضيع غير وقتك. الحاجه الاولى هو الدخول لهاد القناه، ما فايتش واقيلا 15 فيديو فيهم كاع هذاك الشيء اللي غتحتاج، فيديوهات كلشي فابور، كيفاش تسرع من التعلم ديالك، كيفاش خطه تبدا من الزيرو، شنو هما القنوات اللي غتحتاج، المصادر، كلشي فابور، ما غتخسر حتى شي درهم من جيبك، وغادي تسرع وقتك وغتتعلم باقل مجهود. والطريقه الثانيه هو انك ما تحتاج تقلب ولا دير اي مجهود، لكن غتحتاج واحد الانفستيسمون صغير اللي غيتراوح ما بين 40 او 50 درهم، اللي غادي يحيد عليك كاع داك التماره وداك الاسئله، شنو المصادر ولا كيفاش نبدا او المواد اللي خاصني باش نتعلم، سواء الفيديوهات او الميوزيك او الشروحات، كاع داكشي اللي غتحتاج غتلقاهم كاملين في هذا الباك ديال الكتوبه اللي غادي يساعدك بزاف. وما عمرك غادي تسول على الطريقه كيفاش غادي نبدا، حيت كلشي كاين فيهم. ودير في بالك من هنا 3 ايام غادي تحط اخر نسخه اللي دارت فيها واحد الابديت كبيره، اللي هي ولاو الكتوبه معاهم حتى الاوديو، يعني هذاك الشيء اللي كتشوفوا كتقدر تسمعوا، حتى ما عندكش الوقت للقرايه تقدر تكتفي بالسمع، والسمع راه هو 70% من التعلم. اما بالنسبه للناس اللي ديجا واخدين هذه الكتوبه من هنا 3 ايام تقدروا توليو تعاودوا ديروا التحميل النسخه الجديده وراه فابور ليكم. اما الناس اللي مازال ما خداوهمش كنصحك سير خذهم دابا، حيت من هنا 3 ايام غادي تحط النسخه الجديده اللي فيها الاوديوات ومتطوره بزاف، فالثمن ديالهم غادي يدوبلو على حساب القيمه ديالهم. واللي خداهم دابا يقدر يولي عاود ينزل النسخه الجديده اللي غتحط بهذاك الثمن البسيط اللي شراه، يعني ما غتزاد والو. فاستغل الفرصه. الا كنتي مازال ما فهمش هاد الكتوبه شنو فيهم، راه كاين فيديو كيشرحهم غنخليه لك في الاخر. ودابا اجي نهضروا على المستوى بي. بالنسبه للمستوى بي باش تكون بيرفكت وتخرج منه غتحتاج تقريبا واحد 250 ساعه. الا درنا ساعه ونص في النهار تقريبا غتجيك 4 شهور، ولكن ثق بيا راه غير شهرين كافيه تخرج منه وتكون بيرفكت بزاف الا تبعتي هاد الطرق اللي شرحت في الفيديوهات ولا داكشي اللي في الكتوبه. ولكن هاد 250 ساعه ثق بيا غادي تحس بها كدوز بواحد السرعه ب10 المرات اكثر من الاول، حيت في هاد المرحله راك ما بقيتيش كتعلم، وليتي كتستعمل اللغه ديالك. والا استعملتي غير ساعه ونص ولا ساعتين بالتركيز ديالك كل نهار حتى هي راه ما غتفوتش داك 60 يوم حتى تكون بيرفكت. وان فوا غتساليها غتلقى راسك مستقل، كتفهم شنو كيتقال، كتعرف انك تدخل في مواضيع واخا تكون معقده وقاصحه. وما تنساش هاد المرحله غتكون من احسن المراحل اللي كتعلم فيهم اللغه، حيت ما كديرش مجهود وكتستمتع بها. والا كنتي مثلا باغي تزيد تطور اللغه ديالك على حساب الدراسه او شي حاجه مهمه، حتى لا مشيتي هذيك الساعه للسونتر ماشي مشكل، حيت انت غادي عارف شنو كاين وغتدخل غتزيد في المعلومات ديالك، ماشي عاد كتعلم من الزيرو وما عمرك غتتعلم معاهم. فالا خرجتي غير من مرحله الزيرو بطريقه صحيحه كما كنقول لك، راه هاد المراحل بجوج غادي تضربهم بسرعه، ما كاينش مشكل فيهم. ودابا اجي نهضروا على المستوى سي، حتى هو شحال غيخصك فيه من ساعه. فهاد المرحله الثالثه تقدر تحتاج فيه غير 75 ساعه، وهنا غتكون طلعتي لاعلى مستوى اللي غتولي اللغه واحد الجزء من الحياه ديالك. وهاد المرحله كتولي تهضر بلا ما تفكر في عقلك نهائيا، يعني تقريبا حياتك كتقلب، كتولي تقريبا اللغه بحال خلقيتي بها، وغتولي تلاحظ بينك وبين راسك انك مثلا كتمشى في الشارع وهذوك الافكار اللي كتبقى تفكر وانت غادي في الطريق كتولي كتفكرهم بلونجلي، يعني ما كيبقاش عندك فرق ما بين الدارجه والونجلي فاش كتكون كتفكر او كتهضر غير مع راسك. والسر كامل كاين غير في الطريقه ديال التعلم. راه الا بديتي استاذ بطريقه صحيحه كون اكيد غتوصل لمستوى عالي في اقرب وقت. وباش نكون معاك واضح وصريح، انا في هذه القناه ما كيهمنيش مستوى بي ولا سي، اللي كيهمني هو المرحله الصفر، حيت انا ضعت فيها بزاف واحد الوقت، قضيت واحد المده اللي طويله اللي غاديه 3 سنين وما تعلمت والو، دوزت فيها المدارس، دوزت فيها اساسيده هكذا اونلاين، دوزت فيها بزاف د الحوايج يعني. ومن بعد التحقنا بالمدارس ولينا كنعرفوا حتى القوالب ديالهم. هادشي علاش داير انا هاد القناه، يعني الا خرجتي من الصفر راه قادر تطور راسك براسك، ما بقيتي محتاج لا ليا ولا حتى لشي واحد. وفي هاد القناه راه دايرها غير مساعده، يعني نقدر نلوح لك فيديو في النهار، ممكن نلوح لك فيديو في 3 شهور، في عام، وقتاش ما تحت الفرصه كنجي نعطيك شي فيديو بحال هذا. فالنصيحه لك الصديق ولا الصديقه، الا كنتي كتعلم اللغه الانجليزيه الاغراض الشخصيه ديالك باغي تستعملها في حياتك، تفرج بها، تسافر بها ولا هاد الاشياء، فبليز سير استعملها بوحدك، ما تمشي للمدرسه، ما تاخذ استاذ، حيت في هاد الصعوبه ديال البدايه غيكون عندك مستوى عالي في اللغه، وماشي غير في الانجليزيه، فاي لغه اخرى اختاريتيها غتعلمها بسرعه. هاد المرحله ديال البدايه صعيبه ولكن زوينه ليك بزاف. وحتى الا كنتي غتستعمل اللغه مثلا في الدراسه ولا شي حاجه مهمه، ما تمشيش تقرا مثلا في السونتر وانت مازال في المرحله الزيرو، حيت هاد المرحله غادي يطولوا بك بزاف، فلوسك غتمشي ومجهودك، وبلوس انت محتاج لهذيك الصعوبه في الاول لان هي الساروت ديال التعلم. فراه من احسن الانفستيسمون اللي تقدر دير في حياتك وهي اللغه الانجليزيه، سواء دابا ولا مستقبلا، بلا بها راه ما تقدر تشارك حتى في شي حاجه، يعني عاون راسك محد كاينه الفرصه دابا. فمهم نعرف شحال تقدر تانفيستي من ساعه في تعلم اللغه كل نهار.
تقدر تخليه ليا في التعليق. وما تنساش الفيديو الجاي غيكون مهم اللي غتحط فيه النسخه الجديده ديال الكتوبه. نصيحه الناس اللي مازال ما خداوهاش، سيروا خذوا النسخه القديمه، من بعد 3 ايام غتقدروا تنزلوا حتى النسخه الجديده، وهكذا غتستافد جوج ديال الحوايج، غتاخذ كتوبه بثمن قهوه، والحاجه الاهم هو انك غتتعلم بسرعه. الا عندك اي سؤال خليه ليا في التعليق، غنخليك هذا الفيديو اللي كيشرح الكتوبه وهذا كيفاش تتعلم بلا ترجمه، وتهلا ليا في راسك ونشوفك في الفيديو الجاي.